بعد 45 يوم فقط من جوازها رمت نفسها في البحر وسابت ورقة لجوزها فيها رسالة غريبة جدا. تعال أقول لك إيه اللي حصل. واحدة من مدينة الفيوم وتحديدا من قرية دمشقين في الفيوم، واحدة في سن الثلاثينات لسه متجوزة بقالها 45 يوم، راحت رمت نفسها في بحر اسمه بحر يوسف في الفيوم. الموضوع أهالي قرية دمشقين في الفيوم هم اللي حكوا الواقعة ديت. وطبعا لما جوزها عرف سألوا جوزها هو ايه اللي حصل، قال لهم هي قالت لي ان هي نازلة وسابت ورقة غريبة كده في البيت. لما فتح الورقة بالصدفة لقى مكتوب فيها يا رب سامحني وارحمني. طبعا جوزها استغرب جدا هي راحت فين، ما قالتلوش، لغاية ما أهالي قرية دمشقين في الفيوم اكتشفوا إن هي مرمية في بحر يوسف في الفيوم. طبعا قوات الإنقاذ النهري يعني جم وطلعوا الجثمان طبعا ونقلوها للمشرحة. الموضوع وصل للنيابة وجاري التحقيقات فيه علشان يشوفوا هل في شبهة جنائية ولا مفيش شبهة جنائية. لغاية دلوقتي طبعا مفيش أي أسباب لانتحار البنت ديت. مفيش أي حد يعرف هل كان في خلاف بينها وبين جوزها ولا لأ، ولا إيه السبب اللي يخليها تعمل كده. لسه هنشوف النيابة العامة هتقول إيه في التحقيقات، وهل فعلا في شبهة جنائية ولا لأ. انتوا بقى قولوا في كومنتات تفتكروا ايه اللي يخلي عروسة في الثلاثينات وبعد 45 يوم من جوازها تعمل كده.